اوسوريو كان عايز يفاجئ مارسيل كولر، ولكن كولر كان مذاكر كويس وعنده بديل لكل تركايه في المباراه. على الرغم اني شايف انه كسب وتفوق بدون مجهود. صلى على النبي واعمل لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتابع معايا الفيديو للنهايه. في مرحله البناء للنادي الاهلي بدا اوسوريو انه يضغط ضغط عالي، ولكن مش بحده والشراسه الكافيه، وبالفعل اخطا اليو ديانج واتقطعت الكره، وكانت اول محاوله على المرمى لنادي الزمالك. اوسوريو حس ان الضغط العالي هيجيب نتيجه وبدا يهدد مرمى النادي الاهلي، فبدا يكمل على الضغط العالي، ولكن مع تحرير اليو ديانج والاستلام وتحرير الاجنحه ولاعبي منتصف الملعب والسقوط اللي بيعملوه، فبدا يستلم لاعبي نص الملعب بكل اريحيه في المساحات اللي بين الخطوط نادي الزمالك، وبدا يتكسر خطوط ضغط النادي الزمالك بكل سهوله بتمريره او اتنين، ممكن يكسر خط واتنين وبيوصل لتلاته. طبعا ده مع الرقابه الغير جيده والتحرك للاعب بعد السقوط، فده طبعا عمل مشاكل كبيره، وبدا يفرغ مساحات في اجزاء كبيره من الملعب. هنا نموذج تاني للبناء للنادي الاهلي عن طريق ثلاثه، وبيدخل علي معلول لمنتصف الملعب ويبتدي يحرر ديانج ويتحرك فخري للاستلام. فخري هنا قدر يستلم في مساحه كبيره جدا وعنده وقت وزمن كبير انه يقدر يلف، يقدر يلعب اكتر من تمريره يكسر بيها خط الضغط الثاني لنادي الزمالك. هنا فضل ان هو يلعب باص عرضي ويدور الكره، ومع ذلك رغم ان الكره اتمررت تمرير عرضي الا ان في برضه مساحه ظهرت خلف خط الدفاع الاول لنادي الزمالك، وقدر يستلم فيها حسين الشحات مع خروج معلول. ده موقف تاني من المواقف ان فخري نزل يستلم برضه في مساحه بين خط الظهر وبين خط منتصف الملعب. يعتبر الزمالك كان بيدافع بشكل 5-4-1 او 5-5، لان في مساحات كبيره جدا بين الخطوط. لما بدا نادي الزمالك يبقى اكتر شراسه في الضغط، بدا النادي الاهلي يمرر الكره تمرير عرضي وترجع للشناوي ويفرغ مساحه لقفشه او لحسين الشحات، وتتلعب كره طوليه نموذج يكسر بيها 3-4 خطوط، او تقريبا يكسر بيها خط الضغط كله اللي بيضغط بيه نادي الزمالك. وبالشكل ده الموقف بقى 5-5. هنا موقف تاني كان اكتر حده شويه نادي الزمالك في غلق زوايا التمرير والمراقبه اللصيقه. الكره اتدورت واتلعبت برضو للشناوي، واتلعبت كره نموذج في نفس المساحه وقدر برضو يستغلها، وكان موقف تقريبا 3-3 او 4-3. نادي الزمالك في البناء كان بيعتمد على فتوح في الخروج بالكره مع ضغط النادي الاهلي الضغط العالي. طبعا هنا في اختلاف في الضغط، لو لاحظنا هنلاقي اليو ديانج سايب مسافه بينه وبين فتوح، ولكن التمريره قبل ما توصل لحسام عبد المجيد كان بيضغط اليو ديانج. لما الباص اتلعب لاحمد فتوح قدر يقطع الكوره ويستخلصها في التلت الهجومي او التلت الدفاعي الاول لنادي الزمالك. ابتدى يعتمد ان ينزل زيزو جنب احمد فتوح بحيث يقدر يخرج بالكرة ويبتدي يصنع اللعب من اماكن متاخره عن طريق لعب كرات طوليه في العمق او على الاطراف. وطبعا ما حصلش الكلام ده لان النادي الاهلي تمركزاتهم صحيحه 100%، ونادي الزمالك تحس انه ما كانش مذاكر النادي الاهلي قبل المباراه. واخر حاجه في الميد بلوك او في الضغط المتوسط، حتى لو النادي الزمالك خرج لحد منتصف الملعب بتلاحظ تمركز لاعبي النادي الاهلي بغلق جميع زوايا التمرير، فبيصعب الامور ان انت تخرج بالكره من عن طريق العمق، فبالتالي بتضطر ان انت تعمل ميس باص او تطلع خارج الملعب.